ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصراحة انتوا كنتوا ونعم الأصدقاء ونعم الصحاب ونعم الأهل. أنا لما احتجتكم وقفتوا جنبي وساعدتوني، فأنا بصراحة مهما أشكركم مش هديكوا حقكم. المهم عشان نبدأ موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، فن الرد على المستفزين. ازاي بعد الفيديو ده هتعرفي أي شخص كان بيستفزك هتوقفيه عند حده، ولو كان مفيش شخص بيستفزك ولسه في شخص هيستفزك هيندم بعد الفيديو ده لو استفزك. فتابعوا معايا الفيديو للآخر. قبل ما نبدأ مع بعض بقى، في حاجة مهمة جدا هأكد عليها للمرة المليون: ماليش أي حسابات على الفيسبوك غير حسابي الشخصي اللي ما بضيفش عليه أي حد ولا ببعت منه طلبات صداقة. وخلي بالكم من الجملة دي، علشان لو اتبعت لك طلب صداقة باسمي تأكدي إن ده حساب مزيف مش أنا خالص. وحس... والصفحة بس كده اللي انتوا كلكم عارفينها وبتبعتولي عليها. وأول نقطة هنتكلم مع بعض فيها وأول نصيحة مهمة جدا، وهي التجاهل. ما تتقالش كده غير بهدوء: التجاهل. بصوا بقى، لو ما انتش قادرة تردي، تجاهلي الموقف نفسه، تجاهلي الشخص المستفز اللي بيستفزك. خلوني بقى احكي لكم موقف كده، علشان الموقف ده اللي هيثبت في دماغكم او هيخليكي تتعلمي حاجة. كانت في واحدة كنت أعرفها على المستوى الشخصي، كان أخوها الكبير، يعني كان أقرب شخص ليها. وهي رايحة وهي جاية يقعد يغلط فيها أو يقول لها كلام، يتريق عليها، يستفزها بأي كلمة، مهم يستفزها وخلاص. فكانت البنت دي ما عندهاش كفاءة إن هي ترد على أخوها الكبير اللي المفترض هو قدوتها، إن عيب إن أنت تردي على أخوك الكبير. فكانت بتعمل إيه؟ كانت بتتجاهله. اللي هو بيتكلم بتحسسه إن هي مش سامعاه أصلا. أنا مش سامعاك، الكلام مش ليا. فبعد مرة واتنين وتلاتة خلاص وقف يعمل معاه كده. بالعكس هو راح سألها، قال لها إيه؟ بصوا بقى يا بنات، قال لها إيه: هو أنت ما بتبقيش سامعاني ولا بتعملي نفسك مش سامعاني؟ قالت له ليه، هو أنت في حاجة؟ بصوا بقى برود الأعصاب، بصوا الرد الحلو: إيه هو في حاجة؟ لا لا، اصل انا بقعد اتريق عليكي وبستفزك، بس انت ما فيش اي اكشنات، ما بترديش عليا ليه؟ ما حتى ما بتقوليش اسكت اسكت ليه، ما تعملش كده. قالت له انا اصلا ما ببقاش سامعاك. قال لها بجد؟ قالت له اه. فقرر ان هو ما يستفزهاش تاني. فتجاهلي الموقف خالص، وتأكدي بعد الموقف ده مش هيعمل معاكي اي حاجة. نيجي لتاني نقطة، عشان تاني نقطة دي مهمة جدا: عدم الرد على المستفزين. ما تقعديش تبرري موقفك. وخلوني احكي لكم قصة علشان الموضوع ده مهم جدا. كانت في بنوتة من فترة بعتت لي رسالة بتقولي انا حاولت انتحر 3 مرات. فانا الجملة اصلا شدتني، انا عايزة اعرف البنوتة دي كانت بتفكر في الانتحار وانتحرت فعليا ليه. لقيتها بتقولي انا اخت، يعني عندي اخواتي 3 بنات وانا الرابعة، وأنا الوسط، يعني أنا لا كبيرة ولا الصغيرة. أنا شبه بابا ومش شبه مامتي، واخواتي ال3 البنات شبه مامتي، ومامتي أحلى، مامتي بيضة وعينها خضرا وشكلها جميل. قلت لها أوكي. قالت لي وأنا لوني غامق جدا وبشرتي مليانة حبوب وشعري مجعد ويعني عندي كل حاجة وحشة. المهم قالت لي أنا اخواتي الصغيرين واللي أكبر مني ما بيبطلوش تريقة عليا واستفزاز، وأنا بقعد طول الوقت أبرر لهم موقفي وأقول لهم طب أنا ذنبي إيه، طب أنا كده، يقعدوا برضو يرموا الكلام عليا، وأنا ما بقتش قادرة أتحمل، وكرهت حياتي وكرهت نفسي وبقيت أشوف نفسي وحشة جدا، أوحش واحدة ممكن تتخيليها. فقلت لها طب انت بتكلميني ليه؟ ايه فكرتك من اللي انت بتكلمي؟ انت عايزاني انصحك؟ قالت لي لا، انا عايزاكي تديني وصفه تخليني ابقى لوني ابيض. اسمعوا بقى الكلام: ابقى لوني ابيض واتخلص من الحبوب ويبقى يكون شعري ناعم، والمهم ان انا ابقى جميله. قلت لها اصلا انت جميله من غير اي حاجه. لو كانت البنوته دي حست بقيمتها وقد ايه ربنا مديها نعمة كبيرة هي الصحة أصلا، ومقياس الجمال أصلا بيختلف من كل شخص، يعني إحنا كلنا حلوين. ليه كل واحد بيحدد مقياس الجمال في زاوية واحدة؟ الفكرة من هنا ايه اللي وصل البنت دي أو البنوتة دي إن هي تفكر في الانتحار، وثقتها في نفسها انهزت وما بقاش عندها أي طموحات في الحياة، مع إن في الآخر اكتشفت إن البنوتة دي أصلا متفوقة جدا عن اخواتها، يعني هي أشطر بكتير، وكمان في ثانوية وهتخش طب. يعني تخيلوا قد ايه هي متفوقة وقد ايه هي عندها مميزات اصلا مش عند حد تاني.
اللي وصّلها لكده إن هي طول الوقت بتحاول إن هي ترُد على الشخص اللي بيستفزها، طول الوقت بتحاول تبرر له موقفها. أنا ذنبي إيه؟ أنا عندي حبوب في بشرتي وباحاول إن أنا أعالجها ومش عارفة أعالجها، فأنا ذنبي إيه؟ فما تحاوليش تردي على شخص بيستفزِّك وتبرري له موقفه. نيجي للنقطة اللي بعد كده، عشان النقطة اللي بعد كده دي مهمة جدًا، وفيها حكاية كمان حلوة أوي، وهي الثقة بالنفس وثبات الانفعالي، يعني يكون عندِك ثبات كده قوية. هو ده بقى الفرق بين شخص أو شخصية عندها ثقة في نفسها، وشخصية ضعيفة وبتنهز مجرد حد يقول لها كلمة أو يقول لها لبسِك مش كويس، شكلِك مش كويس، شعرِك مش كويس. المهم خلّوني أحكي لكم موقف كده أو أحكي لكم قصة بصراحة مؤثرة جدًا وأثّرت فيّا أنا فعليًا. كانت ليّا واحدة صاحبتي كانت قاعدة جنبي، كنا في حوالي نقول في إعدادي كده. المهم كان في أستاذ جديد داخل عندنا، يعني لسه بنتعرّف على البنات اللي موجودين في الفصل، فدخل سألنا على أسامينا، فوقّفها، فهي كانت بشرتها غامقة جدًا، جدًا، وكان شكلها يعني نقول عادي. وقّفها قال لها: "أنتِ اسمِك إيه؟" فقالت له اسمها. أنا طبعًا لو قُلت اسمها دلوقتي هي هتعرف إن أنا جِبت سيرتها وممكن تزعل، فبلاش أقول اسمها. فالمهم سألها على اسمها، فقالت له اسمها، فرَد عليها الأستاذ بإيه بقى، قال لها: "تصدقي أنتِ خسارة فيكِ الاسم ده، اقعدي." وحياة ربنا بنفس الطريقة. تفتكروا هي قعدت؟ أو فكّروا لحظة كده وقولوا لو أنتم في موقفها هتعملوا إيه؟ واكتبوا لي في التعليقات. هاقول لكم هي عملت إيه بقى. أنا كنت قاعدة جنبها وطبعًا هي آآ خلاص أنا منهارة عشانها، يعني زعلانة، طبعًا كل الفصل عمّال يضحك وكل العيال عمّالين تضحك عليها، فأنا حاسة بيها إن قد إيه هي موجوعة من جواها. تفتكروا بقى ردِّت عليه قالت له إيه؟ "أنا اسمي ما بيضيفليش شيء، أنا اللي هاضيف لاسمي، لمّا يتقال الدكتورة كذا، كذا، فأنا اللي حطيت له قيمة وضِفت له حاجة. في ناس كتير بتتسمى أسامي حلوة ولكن ما بتضيفلهاش شيء." عايزة أقول لكم بعد الموقف ده هو ما قدرش يتكلم، وحياة ربنا ما قدرش حتى يقول لها أنتِ قُلتِ إيه، هو سِكِت، سِكِت لإن هي عارفين كسرت جبهته. أقول لكم بعد كده هو قعد معانا سَنة، كان طول الوقت هو بطبيعته كده شخص مستفز، طول الوقت لو في بنوتة تخينة شوية، لو في بنت لابسة ضيّق شوية، لو في بنت الشوز بتاعتها مقطوعة، أي حاجة بيعلّق عليها، أسلوبه رخم. أقول لكم كان بيتريق على كل البنات إلا هي، كان بييجي بالكشكول اللي المفترض بيصحّح لنا الكشاكيل، ييجي يرميها لكل البنات وييجي عندها ويحطها لها بالراحة. ليه؟ لإنه عارف إن هي عندها ثبات انفعالي وثقة في نفسها مهما عمل هي هتقدر إن هي ترُد عليه. فدي كانت قصة يا بنات بجد مؤثرة جدًا، وبجد ممكن تعلّمكم حاجة بعد كده لمّا تتعرّضي لموقف زي ده. فطول الوقت لو أنتِ عايزة تردّي على شخص مستفز، خلّي عندِك ثقة في نفسِك، اوعي تتوتّري، لإنِّك لو اتوتّرتِ هتضعفي. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده والنصيحة اللي بعد كده، عشان النصيحة دي مهمة جدًا. بلاش ناخد كل المواقف اللي هتحصل لنا في حياتنا بشكل شخصي، لإن ده هيأثّر عليكِ بالسلب وهيخلّيكِ ضعيفة الشخصية. خلّوني أقول لكم على موقف حصل. كانت في بنوتة بعتت تعليق على يالّا نجرّب، وما دام جِبنا سيرة يالّا نجرّب يبقى لازم تروحوا قناة يالّا نجرّب لو لسه ما رُحتوهاش، لإنها فيها فيديوهات حلوة جدًا، جدًا. قد إيه هتبقى تدّيكم طاقة إيجابية كده، بتخلّي عندكم طاقة للحياة عامةً، وكمان بتدّيكم أفكار. كل فيديو هناك فيه قيمة كبيرة جدًا، وقد إيه بيغيّر فكر أصلًا. فبجد، بجد يالّا نجرّب من أحلى، أحلى القنوات اللي أنا باحبها، ومن أحلى الحاجات اللي لمّا باجي أعمل فيها فيديو باحس بجد إنه بيدّيني طاقة إيجابية. فلازم يا بنات لو أنتم ما رُحتوش يالّا نجرّب تروحوا هناك، علشان كمان القصة اللي هاقولها لكم دي كانت بنوتة بعتت لي تعليق هناك على يالّا نجرّب. طبعًا أنا استأذنتها إن أنا آخُد التعليق ده وأنزّله، وكمان استأذنتها إن أنا أقوله، لإن أنا حسّيت إن هي قدوة، قد إيه هي اتصرّفت بذكاء. بتقول إن هي كانت ماشية على البحر، على الصخر بتاع البحر ده، وفجأة اتزحلقت وقعت في المَيّة وغرقت طبعًا، هدومها كلّها غرقت واتبهدلت وبقى شكلها وِحِش خالص، وبقت شكلها طبعًا تخيّلوا كده حد بيُقع في المَيّة وبيغرق بيبقى شكله عامل إزاي، وباللبس كمان اللي هي لابساه ومعهاش لبس تاني. فبتقول إن زمايلها أو صحابها اللي معاها قعدوا يضحكوا عليها ضحك كده واللي هو هزار يعني.
ففجأة هي حست قد إيه إن هي مكسوفة والموقف أصلًا خضّها لوحده، فتخيّلوا معايا الموقف كبير. فبتبُص كده على أصحابها لقيتهم عمّالين يضحكوا عليها، مش حاسين قد إيه هي موجوعة. ففجأة قررت إن هي تضحك هي كمان. لمّا ضحكت الموقف عدّى بسهولة جدًا. لو كانت البنوتة دي اتصرّفت تصرُّف مختلف وزعلت من زمايلها ومن صحابها، وطبعًا زعقت لهم وقالت لهم أنتم بتضحكوا عليَّ، وأكيد كلنا بنعمل مواقف شبه كده لمّا بنلاقي واحدة صاحبتنا أو زميلتنا ماشية معانا والمفترض هتكون قريبة مننا، وقت ما نُقع، هدومنا بتتبهدل، أي موقف بيحصل لنا فجأة بنلاقيها بتضحك علينا، بنتعصب عليها جدًا، وممكن نقعد شهر مخاصمينها. صح والّا أنا غلطانة؟ ولكن البنت دي اتصرّفت بذكاء. لمّا ضحكت بتقول أنا حسّيت إن الموضوع عدّى خلاص، وحسّيت أصلًا إن كل الوجع والزعل اللي أنا كنت حاسة بيه في وقتها راح، وما زعلتش كمان من زمايلي وصحابي. أنا حسّيت إن هُم كانوا بيضحكوا ضحك تلقائي، هُم ما كانوش بيضحكوا عشان يزعّلوني، هُم كانوا بيضحكوا من الموقف اللي حصل. ففكرة البنوتة دي إن هي اتصرّفت بذكاء، ما حوّلتش الموقف اللي حصل لها لزعلة وخِصام، وخسرت زمايلها اللي ممكن كانوا بيضحكوا ضحك تلقائي ما كانش في نيّتهم حاجة. الموقف ده بيخلّينا نفكّر في حاجات كتيرة جدًا. هل كل موقف هيحصل لنا هناخده على أعصابنا؟ في مواقف لازم نعدّيها، زي حد ييجي يتريق عليكِ، اضحكي. أنتِ لبسِك مش كويس، اضحكي. لو مش عندكيش رَد توقّفيه، اضحكي. أنتِ لمّا تضحكي معاه وتتريقي على نَفْسِك هو هيبطّل يتريق عليكِ أصلًا. بس كده يا بنات، هو ده كان موضوع الفيديو النهارده. بجد أنا مبسوطة جدًا وأنا باقدّم معاكم الفيديو ده، ما تعرفوش قد إيه أنا سعيدة أصلًا إن أنا رجعت أعمل معاكم فيديوهات ويكون عندي طاقة إيجابية كده. فأنتم كمان بقى وصّلوا الفيديو ده في خلال يومين ل20.000 لايك، وأنا واثقة فيكم. بُصّوا عندي ثقة فيكم كده، واثقة فيكم ثقة كبيرة جدًا إن أنتم هتوصّلوا الفيديو ده ل20.000 لايك خلال يومين بالضبط. بقى شهر إيه، إحنا بنات جامدين أصلًا. بس كده، يا رب يكون عجبكم الفيديو طبعًا واستفدتوا منه. وكالعادة هاقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده، وأهم حاجة الشير بقى، عشان نقدر إن إحنا نوصّل الفيديو ده وبنات كتير تشوفه وتستفيد منه. أشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. مع السلامة. باي باي.